السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة برضو يوم جديد معاكم، يا رب يكون أيام ربنا كلها خير علينا يا رب، وسعادة وطمأنينة، وربنا يحفظ الجميع يا رب ويرزق الجميع يا رب. النهاردة إن شاء الله صحينا كده الصبح مع بعض وقلنا هنعمل روتين غدا جديد. انا طبعا بحب احط التاتش بتاعي في اي غدا يعني او فطار، دايما ما بحبش حد يشاركني في الحته دي بالذات. فطبعا هنا هنعمل النهارده الغدا بتاعنا بسيطه وسهل، بسيط وسهل كده ان شاء الله. هنعمل طاجن رز معمر مع بعض، وهنعمل جنبه فرخه محمره بسيطه كده، وشويه شوربه وشويه سلطه وخلاص، والحمد لله. وربنا يا رب يديم علينا نعمه يا رب، يحفظها من الزوال ويرزق الجميع يا رب. هنا طبعا بوصف مقادير الرز المعمر، هو بسيط جدا. احنا هنعمله طاجن مش هنعمله في الحله. هو بيبقى عبارة عن اول حاجة بنجيب كمية رز، بنجيب حوالي 3 كوبايات او 3 كوبايات وربع، نغسلهم وننقعهم كويس و... و... وبنحط عليهم بقية المكونات. هنا بقية المكونات معانا؟ جبنا الرز فضيناه في الطاجن، وجبنا طبعا احنا الرز المعمر اساسه بيبقى دسم، لازم يكون سمنة بلدي وقشطة وزبدة. فطبعا هنا هنحط مع الرز اللي احنا غسلناه ونقعناه، هنحط حوالي 2.5 معلقة سمنة بلدي او زبده، يعني المتاح عند حضراتكم تمام. لكن موضوع السمن العلب ده انا ما اعرفش، يعني ما بيكونش لطيف بيه خالص. المهم هنا حطينا 3 معالق زبده، لا 3 معالق سمنه بلدي. وبعد كده يعني من نجاح الرز المعمر عشان يطلع مفلفل وحلو ودسم، السمنه البلدي عشان خاطر يطلع حلو. وفي نفس الوقت ما ينفعش نحط سمنه بس، انا بالنسبه لي لازم احط في الرز شويه زيت، معلقتين زيت كده، بحيث ان هو يطلع مفلفل. دي معلقه زبده كانت موجوده عندنا في التلاجة، فقلنا نحطها برضو على على الرز. وهنبتدي بقى هنحط شويه ملح عليه كمان، بحيث ان بنملحه يعني. وبعد كده هنبتدي ندعك المكونات دي كلها في بعضها، نغلف كميه الرز كلها بشويه الزبده وشويه السمنه اللي احنا حطيناهم. وطبعا نحط معلقتين زيت بحيث ان هو يخلي الرز مفلفل وبيلمع. يخلي الرز مفلفل لازم شويه زيت، مهما نحط في سمنه في الرز لا ما بيديناش الفلفله اللي هي بتبقى لما موجود شويه زيت. طبعا حطينا هنا شويه الزيت. وبعد كده هنبتدي ندعك المكونات دي كويس جدا جدا مع بعض. اهو بنغلف كل كميه الرز بالسمنه والزبده اللي احنا حطيناها، نغلفها كلها بحيث ان احنا نبقى كده اتاكدنا ان كل كميه الرز وصل لها سمنه وزبده من اللي احنا حطيناه. ندعكها كويس جدا 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 زي ما حضراتكم كده شايفين. تمام. وبنتاكد نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، وكده احنا وصلنا بيه ان كله اتغلف. هنبتدي بقى ان احنا نسويه تاني في الطاجن. تمام. بنكون محضرين كيلو لبن بلدي عادي خالص، لازم يعني يستحسن جدا ان هو يكون لبن بلدي، وبنغليه. وبعد كده بنحط اللبن البلدي على على الرز كميه الرز كلها، كل كميه اللبن على انا بقول لكم كده كميه اللبن اللي بيحتاجها 3 كوبايات رز حوالي كيلو لبن. تمام. زي ما حضراتكم كده شايفين احنا غطينا كل الرز باللبن، وبعد كده نروح حاطين قالب القشطه زي ما حضراتكم كده شايفين، بحيث ان هو لما يفك قالب القشطه ده هيملى الوش من فوق ويحمر الطاجن. وده الفرق بين الرز المعمر اللي في الحله وفي الطاجن، ان هو بيبقى احمر محمر. تمام. بس هنبتدي نكون مولعين الفرن قبلها بحوالي تلت ساعة، سخانينه كويس جدا جدا. وهنكون هنبتدي ان احنا نحط طاجن الرز دوت على الصاجة بتاعة الفرن من تحت، بحيث ان احنا كأننا حاطينه على نار خالص، ان هو يتشرب اللبن الاول وكله يكون بيغلي. وبعد كده هنروح مطلعينه فوق في الرف. في الفترة اللي احنا كنا بنعمل فيها الرز المعمر دي، كنا سالقين الفراخ ومخلينها على جنب، وقلنا نبقى بعد على ما الرز المعمر يغلي نكون احنا دهناها كده بشويه صوص حلو، وحطيناها تاخد لون معاها من فوق. طبعا احنا سالقين الفرخه في البوكيه جرنيل عادي خالص، اللي هو شويه فلفل اسود ومرقه دجاج اللي بيحبه، وورقه لورا حبهان وبصلايه وطماطمايه، ونسيبها تغلي لمده زي ما حضراتكم بتحبين، ويل دان او ميديوم. ونحط بقى معلقه كاتشب على معلقه مستردة، وبنحط برضو شويه بهارات. انا في البهارات موضوع البهارات ده بيبقى بسيط قوي معايا، ما بحبش اخلي البهارات زعقه قوي بحيث ان هي تضيع طعم الحاجه. فلفل اسود وبهارات مكسيكي، ادي معلقه صغيره في بهارات مكسيكي، ومعلقه برضو فلفل اسود صغيره.
ونحط برضو، يعني احنا بنحب الحاجة سبايسي شوية، فبنحط شوية هوت صوص زي ما كده حضراتكم شايفين، معلقة برضو. وبعد كده بنحط معلقتين زيت كده بسيطة عشان تبتدي ان هي تخلي الطبقة من فوق سخنة وتحمر وتديها لمعة للفرخة. تمام، ما تبقاش ناشفة، لا تكون بتلمع وتكون جوسي كده وحلوة. هنخلط بقى هنمكس المكونات دي كلها مع بعضها، نقلبها كويس جدا جدا كده، ندخل كل البهارات في قلب بعضها وكل الصوصات كده في قلب بعضها. لو في معلقة زبادي برضو بتبقى طعمها حلو قوي. يعني لو مش مستردة مش موجودة ممكن نحط عصرة ليمونة او معلقة زبادي وخلاص. هنبتدي بقى ايه، ندهن الفرخة بتاعتنا كلها او البطة او اي حاجة. شوف انتوا بتحمروا ايه. الخلطة دي كويسة جدا جدا، بتدي طعم حلو قوي كأنكم حاطين حاجة من الاول في التتبيلة. هنبتدي ندهنها كلها زي ما حضراتكم كده شايفين، من الجناب ومن فوق ومن تحت كلها زي ما حضراتكم كده شايفين. التتبيله دي حلوه قوي قوي قوي. حتى انا ساعات بعمل بيها البانيه، تبقى ممتازه وجميله، طعمها بيبقى تحفه قوي قوي. او حتى لو احنا بنعمل فخده او ديك رومي وحطيناها في الكيس الحراري وحطيناها في الفرن، لما بنيجي نشيل الكيس الحراري بندهن من التتبيله دي ونحطها تحت شويه، بتدي طعم جميل جدا جدا جدا. زي ما حضراتكم كده شايفين احنا حطينا ايه، دهنا الفرخه بتاعتنا يمين وشمال كلها. وبعد كده هنبتدي نحطها جنب فوق الرز المعمر على الشوايه على السلك يعني من فوق، بحيث ان احنا ايه، اول ما الرز المعمر يخلص ويتشرب من تحت نطلعه من فوق ويتحمر اهو. زي ما حضراتكم كده شايفين الرز بيغلي ازاي، كله اهو بيغلي الرز. تمام، وحطينا الفرخه من فوق في السخونيه بحيث ان احنا لما نيجي نشغل الشوايه ما تاخدش وقت كتير في الشوي. هنقفل عليهم ونسيبهم لمده ربع ساعه ونرجع لهم تاني. ودي رجعنا لهم اهي، الفرخه اتحمرت جميله وطعمها تحفه والرز كان مفلفل وجميل. انا كده بوريها لحضراتكم، طلعناهم بألف هنا وشفا يا رب اللي كاله، بألف هنا وشفا اللي يشوف. وربنا يا رب يديمها علينا يا رب ويحفظها من الزوال ويرزق الجميع، اللهم امين يا رب، ويحفظ لنا الاولاد جميعا يا رب. هنا هنبتدي بقى نقطع طاجن الرز المعمر كله بالاسباتيولا كده على طول، هو بيبقى سهل جدا مش محتاج سكينه ولا حاجه يعني. هنبتدي نقطعه، هوريه لحضراتكم قد ايه هو مفلفل، مش محتاج لا محتاج ان انت تزودي ميه ولا اي حاجه. ممكن لو الرز بتاعكم من النوع اللي بيشرب ميه شويه او بياخد وقت في السوا شويه، ممكن تحطوا نص كوبايه ميه زي ما حضراتكم كده شايفين. طلعتوه، شوفوا الرز بيقع ازاي من جنب بعضه، مش ماسك في بعضه، لا لا خالص، جميل جدا 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 وطعمه شهي جدا.